السلام عليكم حبيباتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وهو الكروكي بالكاكاو. نتمنى يعجبكم. واول حاجه صلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. صلوا 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 على رسول الله. بسم الله، نبدا في التحضير. نجيب صحن اللي نخلط فيه، نحط قرصه ملح، 3 حبات كبار بيض نكسر بالحبه، ونزيد عليهم كأس موش معمر مليح ناقص 7 سكر حرش، وتقدر ديري سكر رطب. نخلطه مليح بالباتور حتى تصبح كريمه بيضة باش يذوب السكر، باش الكروكي تاعنا يجي طري ما يجيش يابس. نزيد عليهم نصف مغرف كبيرة لافاني، ونزيد كأس معمر زيت، نفرغ بشوية ونخلط مثل المايونيز. نفرغه بشوية ونخلطه حتى نكملو الكمية تاع الزيت، ويصبح الخليط مائل للأبيض. نجيب مصفات ونزيد 2 مغارف كبار حليب لحظة، واللي ما عندوش يستغنى عن الحليب، مش ضروري. ونزيد 2 مغارف كبار كاكاو بني، من الأحسن الكاكاو البني، عنده ذوق مليح أحسن من النوار. ونزيد باكي ونصف خميرة كيميائية. الباكي وزن 10 جرام، ندير باكي ونصف يعني 15 جرام. ونصفي الخميرة والكاكاو، ونزيد الفرينة. كل واحد كان الفرينة اللي تشرب وكان اللي لا. نحط الفرينة بعد ما صفيتها حتى ونخلط حتى نتحصلوا على عجينة طرية ماهيش سائلة كما راكم تشوفوا. نستعين بالزيت باش ما يتحصلش في اليدين. نقطع الحربوش على 4، نقطع على 4 حرابيش. نشكل الحربوش نتاعي ونحطه في البلا اللي كنت فرشته بابي كويسو. نحاول نعدلو مليح. نكمل الحرابيش بنفس الطريقة، نحطهم في البلا ونطرحهم شوية. واللي يحب الكروكي تاعو يجي خشين يدير 3 حرابيش فقط. نعدلهم مليح كما تشوفوا، ونجيب لي كيردو ونثقب الكروكي تاعي باش ما يتنفخش، باش ما يديرش الفقاعات هذوك. ها الكروكي تاعي بعد ما طاب، اللي كنت طيبته على 180 درجة، بعد ما طاب وبرد ذوبت الشيكولا ونطلي الكروكي تاعي. نغطي الكروكي تاعي بالشيكولا. كاين اللي غطيته بالشيكولا فقط، وكاين اللي زدتلو الكاوكاو مرحي مع الشيكولا كما تشوفوا. نخلي الكروكي تاعي بعد ما شاح ونقطعه. كما هذا كنت زدتلو الكاوكاو مع الشيكولا.
نكمل تقطاع الكروكي وتشوفوه معايا في صحن التقديم. هذا هو الكروكي تاعي بعد ما قطعته وحطيته في الصحن. جا كروكي طري وبنين ما شاء الله. كما تشوفوا ما جاش خشين وما جاش رقيق. نقطع لكم حبة تشوفوها. جا طري ما شاء الله. اتمنى تجربوه. هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وتجربوه، ولا تنسوني بالاشتراك والاعجاب، ومع السلامة.